اجى الوقت اللي نحكي كلمة صدق، بل كان الله يرضى علينا. هذا كلامك الصح، هذا كلام العدل. من جملة ما طرح أن القمي يصف علي بن أبي طالب بالبعوضة، فهل أن علي بن أبي طالب بعوضة؟ نعم، أنا أقول لك أن علي بن أبي طالب عليه السلام بعوضة، فأنت لماذا تستغرب من ذلك يا حمار؟ الله 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 الله، هذا علماء الأمة، ذول علماء الغمة. فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام، وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وآله. شو يعني؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فما هو أخس منها خلقة. Oh my God. كافي خريطي، كافي خريطي، الله يسود وجهكم، كافي خريطي، ولكم هذا محمد، ولكم الله لم يخلق مثل محمدا على الإطلاق. أن الوضوء البكري والصلاة البكرية باطلان. صلاة معطشة، ليش انت صلاتك ابو الخردة زينة؟ وبعض الأخبار تقول أن أبا طالب كان نبي من الأنبياء، وما في إشكال أبدا. نحن كذابين سيدي، وما زلنا على طريق الكذب والنفاق. الآن الإمام الغائب صلوات الله وسلامه صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنا أعلم من النبي، لأنه تدري العلم يزداد ويزداد ويزداد. كلهم يريدون يوصلوها إليك حتى يسقطون لك محمد، حاشاه هذا العظيم، يريدون يقللون من شأنه. بالليل علي بن أبي طالب ما كان ينام ولا دقيقة. واو، ولا دقيقة. كذبتم ورب الكعبة. يا ابن أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنت من زوع علي بن أبي طالب تقول له أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقرب الرقي. أنت كذاب منافق دجال. وين العبودية؟ هؤلاء ليس عبيدا للإمام، هؤلاء عبيد للشهوات. يا ابن رسول الله، أنا أحب من يحبكم وأبغض من يبغضكم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ترى من تقرون الدعاء نحن حرب لمن حاربك، كذابين ومنافقين ودجال. توصل للزيارة لعلي بن أبي طالب نحن حرب لمن حاربكم كذاب ومنافق. توصل، هذا دليل على النفاق. ربوا عن النفاق، ربوا عن سواد الوجه. مو دمعة واحدة تطفئ جهنم، إمام الصادق يقول دمعة واحدة تدخل المؤمن للجنة. ها؟ وين لقيت هذا الحكي؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وينك يا ليتنا كنا معكم وتهز براسك لنفوز فوزا عظيما؟ اي ابو البطيخ انت تفوز فوز عظيم. يا ليتنا كنا معك، يا ليتنا كنا معك يا سيدي يا سيدي. الله حطاك بس تحكي ما تعرف وين تحكي. وش يا ليتنا كنا معكم؟ شنو يا ليتنا؟ ليش هم ميتين؟ نحن معكم، مو يا ليتنا معكم. يا ليتنا دليل انت دجال وكذاب، يقروها ما يفهمون. هذا قالوها المشركين، يا ليتنا كنا معكم لنفوز بالغنائم. اقروها الآية 72 من سورة النساء، قبل ما اشكل عليه من هاي البعبعين. اقراها، تنص على الكافرين لأن المسلمين حصلوا مغانم مع رسول الله، اللي تخلفوا ما التحقوا بجيش رسول الله قالوا يا ليتنا كنا معكم لنفوز بالغنائم مو بالجنة. نجحنا الببغاوات نرددها لو نبتش الناس على الاشياء غير طبيعية. مهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لقد ورد في الرواية أنه إذا خرج رفع الراية مكتوبا عليها يا لثارات الحسين. الله 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 الله. ولا زلنا نطالب يا لثارات الحسين، ولم أعلم من أي أحد أخذ الثار. من أين أخذ الثار؟ من شيعي تمرد وأصبح يده بيد الإسرائيلي والأمريكي.
أم شيعي يطلب الإصلاح ويريد أن يقتل الفساد؟ من أي من هؤلاء أن أخذ الثار؟ يرفعون رايات عليها يا لثارات الحسين. احنا كاتبين يا لثارات الحسين، منين ناخذ ثارنا؟ يزيد ميت والشمير بنار جهنم، اذا منين ناخذ ثارنا؟ حلوها الي وداعتكم ما افتهم، اريدكم تحلونها. حينما تكتب القطعه يا لثارات الحسين منين اخذ ثاري من واحد ميت؟ احنا عندنا في المشكله يا اخواني انه يقول الذين قتلوا الحسين الشيعه، لا، الذين قتلوا الحسين ما كانوا شيعه، خلي يكون بعلمكم. احنا قاتلنا الحسين، 4000 من الفرس غير العراقيين العرب، 4000 رمات من الفرس، العد حرمله كلهم فرس مجوس، واحنا وياهم زياده طين بله. الحديث يقول سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت شيعتها وذريتها من النار، ما يشوفون النار أبدا. الله 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 الله. اللي يحب فاطمة ما يروح الجهنم حبيب أصلا. إذا أنت تقتل وتزني وتذبح، فاطمة تتبرى منك. من لم يكن مثلا لنا صادقا يكون علينا شيئا مرعبا. ما ممكن. أمير المؤمنين ينبغي على الناس أن يعرفوه سلام الله عليه. ترى علي مو علي اللي تعرفونه أنتم، علي لو كنتم تعرفونه كامتم من السكتة من الخوف. علي لا يعرف وجهه إلا الله. 100 شاهد وأكثر هنا في القرآن أن المقصود والمراد من معنى الله في القرآن هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ أنا عبدك الذليل الفقير المسكين المستكين، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. والمصيبة هنا قال له إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وعلي. ما تقدرون بعد تضحكون علينا، صار عندنا عقل. قبل تضحكون علينا لما ما كنا انترنت، فيسبوك، تويتر ماكو، واتساب ماكو. الآن ما تقدرون تضحكون علينا، الله فضحكم وبعد يفضحكم. قال الإمام الصادق ذكر الله هو الحسين بن علي. ها اوه ماي جاد. بس هاي الغنم تجوى رجليكم اللي تستمع لكم عبارة عن غنم وعبارة عن جهلة تضحكون عليها، والآن بعد انتهى وقت الضحك، انتهى وقت الضحك. اكو ظروف ضاغطة ادت الى دفن رسول الله اولا سرا. النبي صلى الله عليه وآله دفن سرا. الله الله الله. زوجاته ما يدرن. Oh my God. ليش نصدق نكذب كذبة ونصدقها؟ لا ايش قد احنا ما عندنا دين. هل يجب الخمس على غير البالغين ذكورا وإناثا؟ سماحة السيد السيستاني يقول نعم. الله 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 الله. يا عمي والله ذولا نفسهم اللي حجبوا الزكاة عنكم كلبوا بالخمس ما هم إلا دعاة دنا مو دنيا دنا. أخذوا مني هذا الكلام وتعلموه. ماكو أحاديث عندنا ضعيفة، ما عندنا حديث ضعيف، ما عندنا حديث منحرف. أتحداكم تعطوني حديث ضعيف، ما عندنا. عندنا الأحاديث 99 بها موضوعة. فاطمة الزهراء أول من يدخل الجنة مقدمة لأبيها سلام الله عليها. تعقل كل عقلكم؟ استغفر الله يا رب. ولكم والله فضيحة، مو فضيحة، ذولا يحكونها الكبار، احنا اذا حكيناها احنا ما نقدر نتجاوز ونحكيها، هاي تجاوز على مقام النبوة. نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من محبي علي ومن أتباع علي، لا ندعي أننا نتبعه وإنما ندعي أننا نحبه. أنت تحب علي بن أبي طالب، أموت عليه إن شاء الله ماتتك حية قرصتك. أنت تحب علي، منين قال لك أنت تحب علي بن أبي طالب؟ اللي يحب علي بن أبي طالب لا يزني، لا يقتل، لا يسرق، لا ياخذ غيبة، هذا اللي يحب علي بن أبي طالب.
انت تكره علي بن ابي طالب، راح تقول لي اني ويا علي بن ابي طالب، انت يا هو يا علي بن ابي طالب. كذا كذب. إذن ما هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام من الفتوحات؟ موقف أهل البيت عليهم السلام من الفتوحات إنها حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير، حرام في حرام، لأنها لم تكن تحت راية الإمام عليه السلام. شو هذا؟ شو يعني؟ كل الفتوحات اللي صارت بإدارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو يرسلها القادة. ما تشوفون أكو مفارقة عجيبة؟ ما تشوفون هذه المفارقة العجيبة؟ سأقولها صريحة، أنا لا أستطيع كشيعي أن أقول إذن كل من لم يكن شيعيا فهو ماذا؟ أكبه الله على منخريه في نار جهنم. لا أبدا، ليس من حقي هذا الكلام الطيب. سؤال: من هؤلاء الذين يجب إدخالهم الجنة؟ الجواب بصريح الروايات: ليس هم إلا شيعة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا دليل على تناقض قوله، ودليل على أنه لا يعلم شيء وقد خرف الرجل. وهذا قولنا، القرآن ليس بمحرف. وهذا قولنا، القرآن ليس بمحرف. أنت قاعد تدخل بعقولنا، كلامك منطقي، كلامك منطقي. أنا أقول بنقص فقد آيات كانت تصرح باسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الله 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 الله، شو هالتناقضات؟ إن الإمام المهدي إذا ظهر يهدم الكعبة. ساعة تدعون الناس لزيارة الكعبة، ساعة أنتم ألذ أعداء الكعبة. تتعجبون ليش احنا نحبه الحسين؟ اليوم نبطل من عنده، من عالم الأرواح قبل 2000 سنة ونحن مع الحسين. لو كنا نحب الحسين ظلت أمريكا، لو كنا نحب الحسين ما احتلنا البريطان وصرنا جواسيس إليه، لو كنا نحب الحسين ما صرنا شرذمة. احنا دجالة بنتي، احنا دجالة. كل إنسان حسيني يجب أن يكون لديه موقف حسيني، ألا وهو رفض التواجد الأمريكي في العراق. اجتمعوا بلندن كل الشيعة لاحتلال العراق وتسليمه لإسرائيل، وقعوا كلهم. بس احنا كذابين، احنا كذابين، نلطم على الحسين ونسلم على الإسرائيلي باليد، نلطم باليسرى وباليمنى مسلمين على الإسرائيلي. وثورة الحسين عليه السلام أن نتعلم هذا الموقف، وهو أن نرفض الظلم والجور والفساد والاحتلال الأمريكي، هو من أبرز مصادق الظلم والجور على المجتمع العراقي. الحسين الذي قاتل من أجل الإصلاح، ولم أرى فيكم مصلحا، بل أراكم تعودتم على الكذب على الحسين بكل شيء. فالحسين لو خرج الآن لقاتلكم ولم يقاتل يزيد، لأنكم أبلغ وأتهى وأعتى وأرسد من يزيد ب1000 مرة. قرآن بدون علي بن أبي طالب، قرآن بدون عترة يوديك إلى جهنم. كل يعتبر القرآن معطل. فأهل البيت أيضا معصومون، هم أكبر من القرآن. بس ذول المعممين وذول ما ادري كم واحد، ذول خربوا الدين، واحنا غنم، احنا غنم لازم نصدق. شوفوا كتبنا وين تأدي. ولو نسبنا القرآن لعلي، القرآن بأكمله جزء من علوم علي. مو القرآن أعلم من علي، لا. Oh my God. انتم كذابين ودجالين ومنافقين وكفرة، وهذا إشراك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آية صريحة. القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن علي وعن ولايته وعن سيرته وعن علمه وعن كرامته. يا عمي يعني حتى من تكذبون كذبوا صدق، خلي الناس تتقبل بيكم، يعني كذبوا وخلي الناس تصدق كذبتكم. من مات على حب علي دخل الجنة بغير حساب. أي جنة يا بطيخ؟ أي جنة تضمنها أنت؟ ليش أنت ضامنها إليك؟
حكومة السيد الإمام قدس الله، سيد الإمام الخميني قدس الله، شرعية أو لا؟ نعم شرعية. أعتقد أن الإمام المعصوم في زمن غيبته أجاز للفقيه الجامعي للشرائط أن يتولى أمر ماذا؟ أمر الإمام. الإمام نصبك لو ما نصبك؟ إذا ما نصبك الإمام شلون تأخذ أمواله؟ صحيح. وإذا نصبك شلون تصير مجتهد وهو موجود؟ لماذا غاب الإمام عليه السلام؟ الجواب: لأنه يخاف على نفسه القتل حسب ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. الإمام المهدي حجبتنا الذنوب عن أن نراه. الإمام المهدي لا يريد أن يرى هذه الناس، لأن هذه الناس لا يستحق أن يراها الإمام، ولا تستحق أن ترى الإمام. الآن انظر إلى بعض الفقهاء، سيد الخوي، انظر إلى سيد الحكيم، كان يقول بنجاسة أهل الكتاب ثم تحول إلى ماذا؟ إلى طهارة أهل الكتاب. مولانا أيه الدين مولانا؟ الأول والثاني؟ الجواب: لا الأول دين ولا الثاني ماذا؟ دين. عيب عيب. عندكم دين؟ أي دين عندكم؟ أي بطيخ؟ يقوم له واحد يقول له حسبنا كتاب الله. النبي راد يكتب، خافوا أن يكتب ولاية خلافة علي، ما قبلوا أن يكتب، معناه أنه الأمة راحت في طريق آخر. هذا يريد يثبت أن محمد مصدر خطأ ومصدر شنو؟ تضليل للبشرية. كارثة ولكم، والله كارثة. والله لو هذا التلفزيون يفضحهم احنا ضالين ويا السرسرية والهتلية. اكو واحد جاوز على محمد وآل محمد؟ في دين العترة القرآن محرف قطعا. قطعا. هذا دليل انكم مو مسلمين. هنا نقول أحبتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن له بنات إلا فاطمة الزهراء روحي لها الفداء. مو القرآن شو يقول؟ القرآن الكريم أثبت أن للنبي عليه الصلاة والسلام بنات بلفظ الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هنا آية قطعية، قطعية الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أكثر من بنت. يعني لو كانت فاطمة فقط كما يقول هؤلاء الدجاجلة لقال وبنتك. نعم. لكن لما قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما ممكن يقول لك بناتك دي المقصود بها بنات المسلمين كلهم. طيب لماذا قال ونساء المؤمنين بعد ذلك؟ طيب. لأنه لما قال ونساء المؤمنين يعني الآية مفسرة بعضها بعض. أي نعم. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يبقى هنا بناتك تعني بناته صلى الله عليه وسلم. الحقيقة. نعم. أصدق من؟ أصدق القرآن واجب تصديقه، أم أصدق الحديث الموضوع إذا جاءكم فاسق بنبأ؟ نحن لا نقول أن هذا القرآن جمعه عثمان، هذا القرآن لم يجمعه عثمان. انتوا ناس قاعد تخالفون الحقيقة وقاعد تغطون الشمس بغربال. اليوم إمام الحق غائب، ولذلك ينتشر الإلحاد. كم أنتم ملحدين، بل كم أنتم كافرين. ساقتين منابر كذب، منابر بس للبكي ولللطم، ولكم كافي ما بيكم واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان عمره على أكثر التقادير 3 أيام ولعله أقل. قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله ب10 سنوات. اعلموا هؤلاء يريدون أن يضربون مصداقية محمد صلوات الله عليه. كل هذا يريدون أن يسقطونه بالضربة القاضية، والله يسقطهم. هؤلاء أفضحهم الله ولا زال يفضحهم، وما هذا التلفاز والفيسبوك إلا هو رحمة ونقمة على الكافرين والدكاكين الخزي.
انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي حلك ما يفهم اجلو يمو اندم. واللي حلك ما يفهم اجلو يمو اندم. وما تسمع اللي اختك انت معلم. وما تسمع اللي اختك انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. معلم انت معلم واحنا منك نتعلم. ايوه انت معلم واحنا منك نتعلم. والله انت معلم واحنا منك نتعلم. معلم ايوه ايوه ايوه.